احنا كنا اتكلمنا ان احنا هننزل فيديو لسهم نحلله بالكامل، فاحنا هناخد سهم سبين او اس بي اي ان. اتطلب مني سهم المطورين، بس عشان صديقي اللي طلب ما يزعلش. هو الفكرة ان احنا المطورين ان احنا اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات، فمش هيبقى صح قوي ان احنا نتكلم فيه. يعني الافضل ناخد حاجة جديدة شويتين. فهناخد السهم بتاعنا بتاع النهاردة. الطلب برضو مننا من الأسهم اللي طلبت مننا، وبرضو لو في أسهم تانية انتوا محتاجين اكتبوها لي في التعليقات، ممكن نحللها. أي حد محتاج أي أسهم يحطها لي. احنا على مدار الأسبوع بنجمع الأسهم لحد يوم الاثنين. فبننزل يوم الاثنين تحليل لكل الأسهم اللي طلبت مننا. رجاء بص على الفيديوهات السابقة عشان تتعلم أو تستفيد من نظام التحليل، فما يكونش الموضوع بالنسبة لك ان انت خدت التحليل بتاع السهم اللي انت عايزه وخلاص. لا، تستفيد مع الوقت. انا بحاول ان انا اعلم الناس بالتدريب كده، وان شاء الله نعلن قريب عن الكورس اللي احنا عاملينه، وهيكون جزء كبير منه عملي بإذن الله. فخليكم متابعيني وفعل الجرس عشان ينزلك كل الفيديوهات اللي بتنزل اول باول. احنا بننزل غالبا كل يوم فيديو لتحليل سهم بالكامل لحد ما بيوصل يوم الاثنين بنحلل مجموعة الاسهم اللي اتطلبت مننا. طيب احنا السهم اللي معانا كده، خلينا نبص على الفريم الشهري اللي معانا. هنلاقي ان كان عندي هنا، هنلاقي ان احنا عندنا هنا هبوط ثم صعود، هبوط صعود، وفضل يهبط السهم. بعد كده بدأ يتساوى تقريبا القمم والقيعان. اللي تحت ده قاع واللي فوق قمة. بدأ يتساوى تقريبا، وبعد كده بدأ يكسر. خلينا بقى نوقف الرسم هنا. يكسر عندنا المنطقة دي، وخد بالك احنا بنتكلم على أسعار، بنتكلم على منطقة، مش يعني السعر بالظبط في الحتة دي. مفيش حد بيقدر يعرف السعر بالظبط. التحليل الفني اللي احنا بنحلله والآراء اللي أنا بقولها هي رأي التحليل الفني. يعني الناس اللي بتحلل فنيا لما بتشوف التحليل بالطريقة دي بتقول إن هو هيصعد أو هيهبط، فده رأي تحليل فني والاحتمالات الأكثر مصداقية. فخلينا نكمل. فاحنا كسرنا المنطقة دي. بعد ما السعر بقى كسر المنطقة دي عمل ايه؟ خلينا نقول ان هو نزل صحح تاني من عليها، وبعد كده رجع تاني، وبعد كده رجع تاني، بعد كده رجع صعد بقوة. الصعود اللي بقوة ده بقى عايزين احنا نمسكه، فلازم نفتح فريم أصغر شوية. لازم الفريم يكون قابل للتحليل بالمنظر ده يا جماعة اللي انت شغال عليه. ولو عايز تخش على فريم أصغر بتشوف التفاصيل، ولكن كل ما بتخش على فريم أصغر كل ما دقة السهم بتكون أقل، أو دقة التحليل بتكون أقل. احنا عندنا الأسعار اهي جانبية على اليمين زي ما دايما أقول، وعندنا التيكر بتاع السهم موجود تحت اهو. ده الفريم بتاعنا، وده برنامج تريدنج فيو. هتلاقي فيه فيديو ظاهر لك فوق اهو لو عايز تتفرج ازاي بنحلل عليه. فخلينا نكمل. هتلاقي هنا في صعود اهو. السعر هو اللي بيقول ان احنا في اتجاه صاعد. في صعود اهو، الاتجاه العام صاعد، وده شيء كويس جدا. ولكن لو بصينا كده هنلاقي ان السعر لما جه يصعد، خلينا بقى نمسح التحليل القديم اللي احنا حطيناه ده اهو. هتلاقي السعر بقى لما جه يصعد حصل ايه؟ حصل ان السعر صعد وهبط، صعد ونزل حاجة بسيطة، صعد وهبط، صعد نزل، بعد كده صعد. يبقى بالتالي هيحصل ايه؟ هينزل. ده طبيعي. ليه بقى؟ احنا ياما قلنا في الفيديوهات القديمة، ولذلك بقولك اتفرج على الفيديوهات القديمة. ده مهم جدا عشان تستفيد. خد الموضوع مهنة، حاجة تكسب منها مع الوقت. طيب فجه هنا قال لك احنا الناس اللي بتشتري من تحت دي، يعني انا عاده دايما اقول في نصايحي اشتري من تحت. يعني اجي اقول لك إيه، اشتري من الحته دي وبيع فوق. ما حدش يشتري من فوق، ما حدش يشتري من فوق، لان لما انت بتشتري من فوق اللي اشترى قبلك من تحت هيبيع. السعر هو اشتراه مثلا عن سعر كام؟ ادي الاسعار هنا عن سعر 3، وصل له لحد 5 ونص ولا 6، يعني تقريبا ضعف فلوسه. هيستنى ايه تاني؟ فطبيعي هيبيع. فكل اللي اشترى من تحت بيبيع، فالسعر بيبدأ يهبط. نفس اللي حصل هنا. هو اللي اشترى هنا اشترى من سعر تقريبا 4، اولموست 4. بعد كده السعر وصل معايا لحد نط لحد 11 ونص، يعني تقريبا اتضرب ايه في 3 ولا حاجة. وبعد كده طبعا كل اللي فوق ده هيحصل زي ما صعد بقوة، هيحصل عندك هبوط الفترة الجاية. وده شيء ما يقلقكش. تقلق امتى؟ لما يحصل لك 3 مؤشرات. تعال نقولهم. اول حاجه السعر يخرج بره القناه دي، ده اول مؤشر يقلق. تاني حاجه السعر يكسر المنطقه السعريه دي اللي هو سعر 4، دي تاني حاجه تقلقك. تالت حاجه ان السعر يكون تحت الموفنجات. ايه الموفنجات دي؟ اللي هي المتوسط السعري العام، الخط الاخضر والخط الاحمر. لو لقيت السعر فوقه معنى كده ان احنا اتجاه صاعد قوي، السعر تحته اتجاه هابط قوي.
ففي الحالة دي بس تقلق. طيب نعمل إيه دلوقتي؟ اللي هيشتري ما يشتريش دلوقتي، ينتظر، إلا لو عايز تكسب مكسب سريع ده وارد، وهاقول لك دلوقتي إزاي، ومش حاجة مؤكدة، أنا ما باشتريش من فريمات صغيرة أوي، بس هاقول لك دلوقتي. لكن أنت لو شاري استنى أمّا السعر ينزل لحد هنا، وبعد كده السعر هيرجع يرتد تاني بنسبة كبيرة، إحنا بنتكلم على نِسَب. طيب لكن لو أنت لسه هتشتري ما تشتريش دلوقتي، استنى أمّا السعر ينزل لك تحت هنا. طيب لو ما نزلش وقام طاير مرّة واحدة وما لحقتش الفرصة، مش مهم، الأسهم بتدّيك فرص كتير جدًا، وده أحسن لك من إن أنت تشتري هنا ويفضل يهبط عليك ويودّيك في هبوط أو في رحلة هبوط قوية لو لا قدّر الله السعر كمّل هبوطه. طيب تعالَ نشوف لو أنت عايز تكسب مكسب سريع نفتح الفريم اليومي، مش هنلاقي برضه تفاصيل، إحنا عايزين قمم وقيعان. بُص دايمًا إحنا بندوّر على قمم وقيعان، اللي أنا شايفه دلوقتي في الحتة دي كده شوية شموع، أنا مش شايف قمم وقيعان أقدر أبني عليه تحليل فني، فاخش على فريم أصغر وده يقلق أكتر. هتلاقي عندك القمم والقيعان أهي ظهرت معاك، فخلّينا نقول أدي عندي أدي القمة الرئيسية نزل السعر لهنا، بعد كده طلع، بعد كده نزل لهنا طلع، بعد كده نزل طلع. هتلاقي إيه اللي بيحصل، النزول والطلوع بدأوا إن هم يخشوا في حتة رسم شكل وتد. الشكل ده كده الشكل ده كده إحنا بنسميه وتد. الوتد ده جاي لي منين؟ جاي لي من صعود قوي جدًا، جدًا، جدًا. فبالتالي الصعود العالي اللي حصل ده كله، بعد ما يحصل الوتد ده ما نقدرش ناخد قرار إلا يا إما حاجة من الاتنين، يا كسر الوتد ده القمة الأخيرة دي أو القمة دي، يبقى كسر الوتد وكسر القمة، فالسعر يخرج برّه الوتد وبرّه القمة، ويُفضّل إنه يعمل retracement أو تصحيح ويرجع تاني يكسر آخر قمة هو عملها، لأنه بالحركة اللي أنا رسمتها دلوقتي دي أهي شايفين الحركة دي كده، بالحركة دي بدأنا نرسم رحلة صعود جديدة، فإحنا نقدر هنا في الحالة دي نقول ده أنا عندي فيه إيه، رحلة صعود، خلّيني معلش أرسمها تاني، هيحصل عندك كسر ويرجع تاني ويرجع تاني. فكسر القمة دي، يبقى أنا كده عندي رحلة صعود، فتقدر تقول ساعتها تبني على إن السعر فعلًا بدل ما كان بيقول لك أنا هابط، شايف إحنا هو السعر اللي بيقول مش إحنا، بقى بيقول لك أنا إيه، أنا صاعد، شايف؟ بقى بيقول لك في المنطقة دي كده أنا صاعد. طيب يصعد لحد فين؟ وده المتوقع اللي نقدر نجزم عليه لحد سعر 10، أكتر من كده ممكن يكمّل، ممكن، ولكن في حالة إن حصل إن السعر بنى لي القناة السعرية دي، يبقى في الحالة دي يبقى إحنا بنقول إيه، إن هو هيصعد لحد الMaximum بتاعنا سعر 10، ما تستهدفش أكتر من كده، لإن ممكن يكون السعر ده هيرجع تاني يهبط ويكسر لي، يبقى رسم هنا أدي قمة شايفها، وكان في هنا قمة أختها، فبقى عندي هنا قمتين متتاليتين كبار بيبانوا منين بقى؟ يبان لك من على فريم كبير، فتلاقي إن السعر بعد كده رجع هبط تاني هبوط قوي، وده محتمل جدًا. فلو أنت ناوي تشتري تاخد فرصة سريعة، لأ استنى زي ما قُلت لك إن هو السعر يكسر لك سعر مثلًا إيه، 9 والّا حاجة، ساعتها أنت ممكن تبدأ عملية شرا وتستهدف ساعتها 10 اللي هو تقريبًا ربح حوالي 25%، وده كافي وكويس جدًا، جدًا خلال كام يوم، فده ربح حلو أوي. غير كده أنا لو أنا لأ، أنا هاستنى أمّا السعر زي ما قُلنا يهبط لحد هنا ويبدأ يكوّن لي نموذج انعكاسي، وده ممكن نحلّله قدّام شوية حسب طلبات الناس اللي موجودة على القناة أو على الكومنتات اللي بتيجي لي، ونبدأ إن إحنا رحلة صعود تانية جديدة، رحلة قوية ونبقى مطمئنين وشاريين بسعر حلو. إحنا بنحب نشتري بسعر رخيص ونبيع بسعر غالي، دي فكرة التجارة في أي حاجة في الدنيا. ما تنساش تدعمني الله يكرمك بلايك، وتكتب في الكومنتات الأسهم اللي أنت قلقان منها وأنا هاحلها لك، بس أهم حاجة التفاعل يا جماعة يكون جيد أو قوي، لأن ده بيأثّر فيّا نفسيًا جدًا، وبيخلّيني لأ أنا عايز أستمر، لأن طبعًا في ناس بتدعمني، فده بيبقى دعم نفسي كويس جدًا وجيد جدًا. وشاكر جدًا ليكم، وما تنساش تشوف الفيديوهات القديمة استفيد منها كتير جدًا، جدًا، جدًا.